حلوه. قولي لا لا الليل، زحمة. قولي الليل. الليل والليالي الليالي اللي انا عايشاها معاه، من هالليالي بتعدي ثواني معاه. قولي لي الدنيا، انت كتبت كتابك وما دخلتيش وانفصلتي، ايه سبب الانفصال؟ مفيش نصيب، اه مفيش نصيب الحمد لله. ويعني ربنا ما بيعملش حاجه وحشه، يعني اكيد ربنا شايل الاحسن. انت الفتحه اللي احلامك اللي متصوراه ان انت ممكن تكملي مع حياتك مين؟ شخص طيب محترم، جدع كريم حنين شاطر، ناجح. راضي بشغلك؟ طبعا راضي بشغلي طبعا. لان طبعا. انت مش مستحيل انت تبطلي غنى. ايوه لا لا بقول لك لسه ماضيه عم ببطل غنى. طيب انت مثلتي في اول حياتك أمورة صح؟ شكرا. وبطلتي ليه؟ لا ما بطلتش والله، بس انا كان عندي شويه احداث كده لذيذه ان شاء الله الفتره الجايه، بس انا مركزه دلوقتي في الالبوم يعني، والفتره الجايه تشوفوا حاجات حلوه يعني ان شاء الله. شذا بتعمل ذكريات والدها وامها، وانا عارف ان هم كانوا اهم حد في حياتك، قولي لي ازاي؟ انا ما بنساهمش عشان يعني افتكرهم. هم طول الوقت معايا، طول الوقت بدعي لهم بالرحمه، طول الوقت بفتكر علموني ايه وربوني على ايه، والحمد لله ربنا يرحمهم. يعني عايزه كل اللي بيشوف يدعي لهم بالرحمه ويقرا لهم الفاتحه ويتمنى لهم ان هم يكونوا في مكان احسن ان شاء الله. شركات الانتاج خفت في الموسيقى، انت ايه رايك كمطربه يعني، خاصه انت لسه ماضيه مع روتانا يعني؟ يعني هو المهم يكون شركة إنتاج محترمة، فروتانا كيان كبير ومحترم ومهم، ويا رب اللي جاي تنبسطوا بيه إن شاء الله. مين اللي عرض عليكي في شغل في روتانا؟ سلمي الهندي؟ دي حاجات بقى ما ينفعش نتدخل فيها، اسمه أستاذ سالم الهندي يا عم سيد. أستاذ سالم الهندي مع حلف دي الأشقاب. حاجات بقى يعني تفاصيل ما ينفعش نقولها، بس إن شاء الله تسمعوا ايه رايك شغل في حلو. الاغاني الفتره دي؟ يعني